الخوت سمعوا هادي مزيان، ولكن ضروري البارطاج الماكسيموم باش القبطان ديالنا يوصل للعالميه، بالرغم انه واصل هذه قرون، ولكن بغينا نوحلوها لشي وحدين هنا. المهم سمعوا. انايا بنت مراكش وكبرت هنا، والقفطان اللي لابسه اليوم قفطان ديال جدات ماما، عنده 136 عام، اللي لبساتو جدات ماما وجداتي وماما، حتى انا لبستو في عرسي هذه 18 عام، ومن هذه 18 عام هو بقى محطوط ومطوي. واليوم مع فام دي ماروك ومع قفطان قررنا باش غادي نعاودو نخرجوه ونلبسوه ونمشي في الخطى ديال هاد النساء هادو، ونمشي في قصر البديع. اسمع الكرغولي وحل ودنيك مزيان، وتعلم التاريخ من اسيادك اللي عندهم الارشيف كينطق والواقع كيحرق. نهار كان جدي في 1885 لابس القفطان المخزني بالسقلي والهمه، ونهار كان هذا القفطان اللي في الفيديو عند عائله مغربيه هذه 136 عام كيتوارث من جده لجده. كانت بلادك باقا مجرد مقاطعه مجهوله الهويه، وكان اجدادك كيتسناو فرنسا تعطيهم الحاله المدنيه باش يعرفوا حتى كنيتهم واصلهم وفصلهم. حنا في المغرب القفطان عندنا صك ملكيه محفظ بدم المعلمين وفن الصنايعيه ديال فاس ومراكش وتطوان. حنا نهار كنا كنصدروا هاد اللباس والحضاره والادب، نتوما كنتو يلاك تحاولوا تخرجوا من غياهب التبعيه. القفطان اللي كتشوفوا هو جينات حضاريه، ماشي بياسه كارينه من المتحف باش نتصوروا بها ونوهموا الناس بالحق في الانتماء. الفرق بيننا وبينكم هو اننا كنحلوا صناديق العجب اللي عمرها قرون وكنلقاو فيها ريحه الاجداد والاصل والوفاء، وانتم كتحلوا جوجل وكديروا كوبيل صورنا وتلصقوا فيها خريطه مجهوله الهويه وتسميوها ديالكم بلا حشمه بلا حياء. السرقه هي مهنه اللي ما عنده اصل، والحسد هو ضريبه التميز المغربي اللي كيقهركم. شوف مزيان في التاريخ 1885 و136 عام، هادو ارقام كتمحي لكم كل شيء داك التزوير اللي عندكم في رمشه عين. القفطان المغربي والتكشيطه المغربيه والهمه والشان جينات مغربيه، وانتم خليكم غير في التقليد الفاشل والفوتوشوب وسرقه المجهود. راه اللي بغى يلبس قشور السبع كيبقى ديما ضبع. المغرب امبراطوريه تاريخها اكبر من خيالكم بالالاف السنين، وموتوا الكراغيله بالسم. راه المعلم مغربي، والقفطان اصله في هذه الارض الشريفه ماشي عند الشناقه. التاريخ لا يشترى بالبترول، والاصل لا يصنع في المختبرات. المغرب ارث وحضاره، وانتم مجرد عابري السبيل في تاريخ الاسياد. نهار تولي عندكم صوره بحال هذه ديال جداكم لابسه هاد الهمه قبل 1962 تما اجي نهضروا على الهويه. فهمتي البلان؟ تلاقى.